السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه يا اجمل اخوات؟ وحشتوني كتير كتير، وجايلكم النهارده في فيديو بقى ايه جميل. عندنا عزومة دي بقى ايه من ناس غاليين عليا. فانا بقى هنعمل ايه؟ هنستعمل كبتين طبعا في العزومة دي، اول خطوة. والتانية قبل اي حاجة نصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. لسه مشتركش معايا في القناة ينزل يشترك ونضغط لايك عشان خاطر احنا بنتعب كتير جدا في الفيديوهات دي. دلوقتي هنعمل ايه؟ هنعمل عزومة حلوة جدا. وكل سنة وانتم طيبين. شهر رجب، واحنا اول اسبوع من شهر رجب بنحب جدا ان احنا بنتجمع فيه، بيبقى فيه بركة وخير كده، وربنا يجعل كده ايام اللي جاية كلها خير وبركة ورزق على الجميع. يلا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. لايك، نضغط لايك. هنعمل ايه يا جماعه؟ وصفنا النهارده مادام قلنا عزومه هبقى محتاجين كميه بصل. هو عزومه يعني بصل، يعني نبدا بقى نقشر بصل بقى لحد ايه ما عينينا توجعنا. اول حاجه ننضف البصل ده كله كده. خلصه كله ونغسله غسله حلوه. نبدا بقى ايه نتعامل بالكبه بتاعتي. كبه هستعمل الصغيره دي لحاجه، وهستعمل الكبيره برضو لحاجه تانية. هنعمل وصفات حلوه جدا 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 النهارده، وهوريكم بقى طرق مختلفه لتقديم الاكل وكمان لتحضيره. طرق بقى ليها طعم حلو كده يعني. الاكل بقى بتاع زمان اللي كان يتشم ريحته من على بعد ده، صراحه احنا افتقدناه. هنعمل النهارده طريقه الاكل اللي تشميه ريحته من على بعد دي، هعملها لكم النهارده بطريقه حلوه والله العظيم، وبتركات ومن غير توابل كتير ولا افتكاسات ولا اي حاجه. هنعمل احلى عزومه النهارده بتكاليفها. بالتكاليف بتاعتها مش كتيره طبعا، والتوابل بتاعتها مش كتيره. هنعمل وليمه بس من غير ولا اي حاجه. بص احنا هننضف البصل. هخلص البصل ده وارجع لكم تاني عشان عينيا خلاص. قطعنا البصل بس نغسل دي كويس. اول حاجه هنعمل ايه؟ هنعمل تتبيله الفرخه، او لا هعمل الاول اللي انا اعصج بيها اللحمه، عشان تتبيله الفرخه هتعوز طماطم وفلفل وكده، فكل ده هيتضرب في الكبه. فانا هطحن الاول البصل بتاع البصل بتاع اسمها ايه، قولوا معايا. انا اعصج اللحمه المفرومه. مسيبونيش مهنجه يا جماعه، مسيبونيش مهنجه. بسم الله. بصوا كده احنا طحنا اول بصل. هنضيف معلقه سمنه، تمام، وهننزل بالبصل ده. كده هرفعها على النار. ايه هنعصج اول حاجه هنعملها ده العصاج بتاع الوصفه بتاعت النهارده. تيجي بقى نعمل ايه تاني؟ نعمل بقى تتبيله بتاعت الفرخه، اللي هي عباره عن برضو بصلايه 2،
نجيب الطماطم دي فلفل اخضر ودي طماطم ننضفها. تمام. هنزل عليها واحدتين حبهان، ورق لوري تحفة. بس انا هفرم بقى كده الاول. نضيف التوابل، كاري، فلفل اسود، بابريكا. دي خلطة الفراخ المشوية. نضيف الملح، متبلة حلوة كده. خدوا ملفة، تمام قوي كده. دي خلطة الفراخ المشوية، هخليها كده على جنب. هجيب بقى اللحمة المفرومة بتاعتي، لحمة مفرومة بلدي. بصوا احنا ضفنا الكيس بيكنج باودر، وده نشا. النشا ده عشان يمسكها ما يخليهاش تفك معايا خالص، تنفش كده، تبقى زي بتاعه الحاتي بالظبط اللي انت بتشتريها من بره بمبالي اهي. بس انا هنضيف بقى الملح. هقلب بقى كل المكون بتاعي كده مع بعضه، وننزل بقى بيه في الكبه وايه، الف لفتين كده عشان يبقى كله زي بعضه.
بصوا دي الكفته. شوفوا بس معلقه كده اهي. بصوا يا جماعه بتبقى ملزقه شويه، هي دي. بصوا بتبقى كده بالظبط، بتبقى فيها المطه دي كده، بتبقى فيها المطه دي. طبعا لو حطيناها في التلاجة لمدة ساعتين كده 3 برضو قبل ما نصبعها هيكون احسن. هتمسك شوية، وكمان التتبيلة بتاعتها هتبقى احلى واجمل. هنسيبها بقى في التلاجة لمدة ساعتين وارجع لكم تاني. بس هي دي هتشوفوها بقى في السوا بتاعها تحفة تحفة تحفة، زي من اللي انتي بتجيبيها من بره بالظبط بالظبط بالظبط. مفيهاش اكتر من ايه، من فلفل وملح فقط لا غير اهي. وهوريكم بقى الخطوه اللي بعد كده هنعمل فيها ايه. جينا بقى للبونبور بتاعنا بلدي التحفه. بصوا شكل البونبور بعد ما تنضف هنقصه بقى. انا طبعا مش بعمله كده ابدا، انا بعمله بفضل اقص كده، يبقى يا دوبك كده البونبورايه حجمها كده. بحب اوي اقصه واجهزه عشان خاطر لما اجي احشي على طول، متاخدش بقى معايا وقت خالص في الحشو. طبعا طول اللي انتي حباه تعمليه. هنبدع بقى، هنعمل حركات بقى وهنعمل حاجات حلوه قوي. ده بونبور بلدي بلدي. خلي بالك وانتي بتشتري البونبور، عشان في بونبور كده بيبقى لونه ابيض. انتي بقى طبعا بتشوفيه ابيض كده قوي فالله ده نضيف، لا بيبقى طعمه وحش جدا جدا جدا، مش معروف اصلا ده نوعه ايه. ده البونبور بتاعنا بتاع الجزار. عندك الجزار انتي بتتعاملي معاه بتوصيه يجيبلك البونبور بتاع الذبيحه، بينضفهولك وانتي طبعا بتعيدي عليه تنظيف في البيت زي ما انتم شايفين كده اهو. التحضيرات بقى بتاعت البونبور، نجيب الخضره بتاعتنا شبت بقدونس كزبره. طبعا بتبقى الصلصه انتي محضراها، حتى بصلتين حلوين كبار كده وبتروحي مشوحاهم نقطع بقى الخضره بتاعتنا مش كل الزوايد دي. ده كيلو ونص تمام. الخضره اللي هي الشبت والبقدونس والكزبره. البصله بقى اللي احنا كنا شايلينها
هنبشرها هنا، بتخلي تتبيلة البمبار او المحشي في حتة تانية خالص. ده طعمها حلو جدا 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 جدا. كمان بمبار بتخليه روعة روعة روعة. البصلايه اللي انتوا شايفينها اللي انا ببشرتها دلوقتي معاكم دي، واتفرجي بقى واستطعمي طعم المحشي بتاعك هيبقى عامل ازاي. بس الزيادة دي كلها فلفل اسود وكمان حبة ملح كده، واقلب بقى بصلة. بس اصلا الريحة بس قبل ما اضيف الصلصة روعة 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 روعة. هقلب كده كل البصلة مع الملح مع الفلفل مع الخضرة. اتبل كده، انا كده بتبل ببهر الرز لما بيتبهر قبل ما تحطيله الصلصة اقسم بالله بيخلي المحشي ده في حتة تانية خالص خالص خالص. بصوا الجمال كده. ناقص بقى ايه؟ انزل بالصلصة. الصلصة بتاعتي يا صباح الفل. احنا كده تاني يوم هنحضر الحاجة دي بالليل. انت هتغدينا دلوقتي ولا ايه؟ كفتة هنسيبها برضو كده على جنب شوية. بتاعي
انا بقى تبلت الفراخ اهيت اللي احنا تبلناها مع بعض، تبلناها بالتتبيله اللي احنا عملناها مع بعض. الجمال. بسم الله الرحمن الرحيم. بس التتبيله يعني ما شاء الله ما شاء الله، لا حول ولا قوه الا بالله. بصوا الجمال. الجمال. نزيد طبعا كل التتبيله بتاعتها عليها. عشان الصدر لما يجي يحمر كله ما يبقاش فيه حته ما اتحمرتش. نعمل بس الجناح بتاعها كده. بصوا تبارك الله ولا حول ولا قوه الا بالله، ريحتها حلوه جدا 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 جدا. بصوا هدخلها الفرن، وتعالوا مع بعض بقى ايه نسوي بقيه الاكل اللي احنا تبلناه مع بعض. نجيب الجريل بتاعنا ونجيب الكفته اللي تبلناها معلقه، نحط بس فيها ايه اي ماده دهنيه كده. تمام. نجيب معلقه اهي، اي معلقه معانا بس تكون حرفها. نجيب بس ميه طبعا. بصوا يا جماعه، ممكن نجيب ميه او زيت يعني اللي انتي حبات عشان ايدك ما تلزقش في الكفته. فانا عشان متبلاها بنشا فهي فيها حته تلزيقه كده، فانا بجيب الميه كده بعصر ايديا واصبعها. بصوا الجمال بتاعها، تطلع معاكي تحفه تحفه، فيها مطه رهيبه وهشه وطعمها حلو جدا. بألف هنا وشفا. باللي برضو ايدينا كده بالراحه، هتبقى نافشه وطعمها حلو قوي قوي قوي. دي عشان انا كان عندي يعني عزومه وكده، فانا جهزت كل التتبيلات اللي انا عملتها معاكم قبلها بالليل. كمان في هنا عشان اول ما تبتدي تشرب، ولو وسعت لها اماكن هحطها، لو ما جاتش مكانها هنا هحطها في صينيه تانية، عشان خاطر انا عايزاها تبقى واخده براحه كده في الجريل. بس كده انتوا شايفين كده، مش عايزاها ملزقه. بقى كده نحطها على النار وشوف بقى ايه الخطوه اللي وده العصاج اللي احنا عملناه بتاع الرواية. انا هعمله بس هعمله دلوقتي واوريكم برضو البونبور بعدين تلاقيها شكله عامل ازاي. بصوا بقى البونبور، بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا الجمال، بصوا الجمال، بصوا الواحدة عاملة ازاي، تاكل على بق واحد كده. بصوا الجمال. بصوا اهم حاجة في البونبورايه ان انتي متكبسيهاش رز. بصوا الجمال.
شكلها اصلا لطيف. بصوا التحفه. التقاله بقى ده، اتفرجوا على الجمال، اتفرجوا على الجمال ده. بصوا تحفه 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 تحفه. ده بقى هنقليه، ده خلاص سلقناه. انا جهزت كل حاجاتي، فاضلش بس غير الرز. هنعمله مع بعض، رز في الفرن، وهنعمل ملوخيه. اكتر من كده مش هنعمل اي حاجه. ويلا نسوي كل حاجه، وما نيجي نعمل رقاق هنعمله برضو مع بعض.